بلا تبخر ولا فران. طايب زبده مدغمر ومجمر دفعه وحده بدون ولا قطره ماء ولا زيت. تتبيله روعه، فتي وبنين وسريع التحضير. هذه حقيقه ماشي خيال، اسهل من ساهل والنتيجه خطيره غترحميني عليها. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده الله يجازيكم بخير، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالتعليق ديالكم البناءه وبالبارطاج علاش لا باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي ويعجبهم اكيد المحتوى. مع اليوم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. واول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا عندنا هنايا البصله البيضاء. من الاحسن الا توفرت عندكم البصله البيضاء كان احسن، لانها كتطلق الماء اكثر وكذلك كطيب لينا بكل سهوله، ما كتبقاش عاصيه بحال البصله الحمراء. وكيف ما عودتكم دائما في الفيديوهات ديالي ما كنكتفيش غير بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير، كنعطيكم يعني حتى النصائح باش تنجح معكم الوصفه اكيد. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا البصله البيضاء، والكميه ديال البصله على حسب الكميه ديال اللحم. الا بغيتوا تغماس في هذه الوصفه هذه ديال اللحم اللي كيكون محمر ومدغمر ومجمر غادي تضاعفوا الكميه ديال البصله. كنتو بغيتوه يكون غير طايب يعني كانه مبخر وناشف يعني كانه داخل الفرن، غادي ديروا تقريبا واحد 3 ديال الحبات ديال البصله اللي يكونوا متوسطين. انا درت هنايا 5 ديال الحبات ديال البصل بهذا الحجم كيف ما كتشاهدوا معايا، اللي قطعتهم على هذه الطريقه هذه كشرائح. من بعد ما كنقطع الكميه ديالي ديال البصله تقريبا واحد 600 غرام ديال البصله، اي كيلو قل ربع ديال البصله اللي قطعتها شرائح يكونوا رقاق رقاق. عندي هنايا ورق الزبده او ورق الفرن او بابي كويسو كل واحد واش كيسميه. عندي هنايا الورق مدوبل كيف ما شاهدتوا معايا مدوبله على زوج. كنكمشوا يعني كنجمعوا وكنعاود نطلقوا باش منين نبغي نجمعوا يتجمع معايا بكل سهوله. كنوضع فيه الكميه ديال البصل اللي عندي، ومن الاحسن نشفوا البصله قبل ما نوضعوها في هذا الورق باش ما يتقطعش لينا او ما يتشركش لينا بالسائل ديال البصل. وعندنا هنايا التتبيله الخطيره الرهيبه اللي سبق ليا ودرجتها معكم وغنخليها لكم ان شاء الله في رابط صندوق الوصف. واللي ما توفرتش عنده هذه التتبيله او ما سعفوش الوقت باش يحضرها غادي ديروا مليحه على حسب الذوق، وغديروا الابزار على حسب الذوق كذلك، والكمون والقزبور حبوب، اي القزبور وحبوب مطحون غير نكثروا منه كيتجي النسمه فيه خطيره جدا يعني غير باش نسهل عليكم. بالنسبه لهاد التتبيله غنخليها لكم في رابط صندوق الوصف، كتجي خطيره رائعه جدا وانتم لكم الاختيار. ممكن تحضروا هاد التتبيله راه كتحضر في رمشه تعين، وممكن ديروا كيف ما قلت لكم يعني معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال القزبور حبوب مطحون، واحد 3 أو 4 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى او اوراق الرند، والملح حسب الذوق. كيف ما شاهدتوا معايا درت التتبيله في الاول في البصل، وكنوضع طريفات ديال اللحم يعني من الكتف او من العنقره، والكميه كتبقى اختياريه على حسب افراد الاسره. كذلك اللحم حتى هو بدورو كنتبلو من كلا الجهتين بنفس التتبيله. صدقوني هاد التتبيله كتجي خطيره غير ما تعكزوش عليها. غنخليها لكم كنكرر في رابط صندوق الوصف ان شاء الله. كذلك كندير المليحه لان التتبيله اللي كنت سبق لي وحضرتها معكم ما فيهاش الملحه نهائيا. من بعد ما كندير البصل يعني البصل يكون في الاسفل واللحم فوق البصل، يعني تبلنا الكل جيدا، وكنجمع هاد الورق ديال الزبده او بابي كويسو او ورق ديال الفرن كيف ما كتشاهدوا معايا. كنجمعوا بهذه الطريقه، يعني طريقه راها سهله غير ندوبل الورق، يعني ندوبل الورق على زوج. الا نشفنا البصله غندوبلو غير على زوج. انا ما نشفتهاش راه درتو على زوج وشفت بان الورق بحال اللي غادي يتقطع ليا من الاسفل، وعاود دوبلت جوج يعني حصص ديال الورق ديال الزبده اخرين كيف ما كتشاهدوا معايا باش ما يتقطعش ليا يعني من الاسفل ويهبط ليا البصل وشي ما درناه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نسداك بحال شي كميميسه او شي رزيمه على هذا الشكل. هذا الطريقه راها سهله وخطيره كتجي رائعه جدا. عندي هنايا الطنجره ديال الضغط ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا قدام عينيكم، لا ما لا زيت ما كنضيفوا حتى حاجه من غير البصل واللحم والتتبيله اللي ضفت. ولكم الاختيار في التتبيله، ديروا التتبيله اللي كترتاحوا ليها. كيف ما كتشاهدوا معايا كنوضع هنايا داك
الرزيمه ديال البابي كويسون اللي فيها اللحم والبصل، وكنعاود نفتحها قدامكم باش تشوفوا بانها حقيقه ماشي خيال. كنحاول نسدها يعني باحكام، غير يكون الورق من فوق اللحم تماما، ما تبقاش محلوله يعني بهذه الطريقه هذه. كنجيب هنايا الغطايه ديال الطنجره ديالي وكنغطي عليها، يعني كنسد عليها بشكل عادي، كنسد عليها وكنوضع الصفاره. المرحله ديال الطياب راها مهمه جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نسد الطنجره ديالي مزيان مزيان باحكام، وغنوضع الصفاره وغنوضع الطنجره ديالي في الاول على نار اللي تكون متوسطه ما بين وبين. ومجرد ما كنسمع صوت الصفاره بدات كتعطي الصوت، قبل ما تبقى تدور يعني غير تعطيني داك الصوت ديالها، كنقص الشمعه. يعني كنقص، غنقول لكم الصفر، كنقول الصفر يعني شمعه، يعني النار تكون مهيله لادنى درجه. هذا هو السر ديال الطهي ديالو. بالنسبه للمده الزمنيه ما كتزاوش ما بين، على حسب نوعيه اللحم، ما بين 35 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. انا غنخليها على النار في الاول كيف ما قلت لكم متوسطه، ومنين نسمع صوت الصفاره غادي نقص لادنى درجه. وفي هذه الاثناء ما غنضيعش الوقت، غنمشي نحضر الخضر المرافقه اللي كنرافقوها دائما مع اللحم مبخر ومجمر. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا على حسب افراد الاسره عندي 2 حبات من البطاطا اللي كنقطعهم مكعبات، كنضيف لهم شويه الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، واحد الطريقه ديال الباربيكيا اي التحميره، ومعلقه كبيره من الزيت. يعني ضروري ندير واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، لاننا غتجينا هاد البطاطا بهاد التتبيله، يعني كنتبلوها قبل ما نطيبوها كتجينا ملبيه وخطيره جدا. كذلك كنطيبوها بدون ماء، بدون تبخر ولا فران. كذلك عندي هنايا الجزر اللي كنقطعو رقيق شويه على البطاطا. كيف ما كنعرفوا الجزر كياخذ لينا شويه طياب على البطاطس. على العموم هاد الخضر كيطيبوا لينا في غضون 5 ديال الدقائق، ما نتعداوش 5 ديال الدقائق كيكونوا حاضرين ناظرين. كذلك الجزر كنضيف له نفس التتبيله، كندير شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الزيت نباتيه. هنا ما كنديرش التحميره لان راه الجزر راه واخد لونه بلونه، انا درت التحميره غير في البطاطا باش تعطيني داك اللون. كذلك كناخذ الطنجره ديال الضغط ديالي وكندهنها بواحد شويه ديال الزيت، رغم انني درت معلقه كبيره ديال الزيت في الجزر ومعلقه كبيره ديال الزيت في البطاطس. بالنسبه لهاد الخضر هادو اللي فايت لي ودرجتهم معكم في الراس المبخر بنفس الطريقه ديال اللحم تماما، يعني ما كاينش الفرق. درجتها معكم قبل العيد الاضحى باسبوع، درنا الراس مبخر في الكوكوت يعني بدون قطره ماء ولا زيت. كذلك كندرج معكم اليوم الطريقه ديال اللحم بنفس الطريقه ديال الراس. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا الخضر ديالي، يعني كنفصلهم كل وحده بوحده، وفي نفس الطنجره كنسد عليها الطنجره مزيان مزيان، وكنوضع الصفاره. وتماما كيف ما غادي نطيبوا اللحم، غير هذه المده الزمنيه ديالها 5 ديال الدقائق. غير نسمع صوت الصفاره كنقص للصفر، يعني الصفر عندي انا هو ادنى درجه ديال الفورنو. كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نوضع على النار مده 5 ديال الدقائق، يعني في الدقيقه الاولى او الثانيه غير نسمع صوت الصفاره كنقص للصفر. مره كنحرك، يعني غير ندي ونجي، ما نحركش بشكل دائري باش كتبقى لينا الخضر معزوله على بعضياتها. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما داز ما بين 5 حتى ل 8 كاع حتى ل 8 ديال الدقائق كتحسبوها حساب، كتكون الخضر ديالي طايبه طياب الزبده. كيف ما كتشاهدوا معايا البطاطا طايبه والجزر طايب. ومنين كنديروا التتبيله وكنطيبوها دفعه واحده مع التتبيله مع هذا الخضر كتجي داك التتبيله ملبيه مزيان. صافي سالينا من الخضر كنوضعهم جانبا. كنمشي نحل الطنجره ديالي من بعد ما دازت ليا 45 دقيقه على نار مهيله، يعني الشمعه 45 دقيقه. وانتم على حسب اللحم ديالكم دابا راه عرفتوه واش طياب ولا ما طيابش، يعني انتم غادي تاخذوا بعين الاعتبار باللحم ديالكم. انا خدا ليا المده الزمنيه 45 دقيقه. كيف ما كتشاهدوا معايا طايب الطياب الزبده، يعني هاد الزبده ما كتحيدش من فمي، لان كيف ما كتشاهدوا قدامكم الصوره راها معبره. كيجي فتي لدرجه انني منين بغيت نحطو في طبق التقديم ما يعني خفت منه، يعني بقى لي نصو في الطنجره، يعني جا فتي ملخ كيف ما كنقولوا، وكيجي رائع جدا. احسن 100,000 مره من التبخار والكسكاس وصداع الراس وغطي عليه وتقل عليه، وكياخذ لينا واحد المده الزمنيه طويله. وكنبغيوه يكون مبخر وفي نفس الوقت مشمع، يعني مجمر. كنبخروه ونعاودو نديبلاصيوه ندخلوه الفران، ويا ربي يجينا يعني كيف ما بغينا. هاد الطريقه هذه كيجينا مبخر ومجمر ومشمع دفعه وحده غير في الطنجره ديال الضغط
والمساعد او المساند الرسمي لهذه الوصفه وهو ورق الزبده او البابي كويسون اللي كيخليه داك البخار ديال البصل كيتجمع فيه وكيعطينا هاد التلبيه وهاد التغميسه هذه وهاد الحمه هذه اللي كتجينا فتيه وطايبه على مهلها، وكذلك كتجينا محمره ومجمره وطايبه يعني في واحد الوقت اللي هو قياسي ولا باس به اللي نحضروا فيه الحمه مبخره ومجمره في نفس الوقت، زائد داك البصيله اللي كتجينا معلكه بالنسبه للناس اللي بغاو اللحم مبخر، وزائد التغميسه كيف ما كتشاهدوا معايا ولا قطره ماء ولا قطره زيت وبلا وينه في الكوزينه وبلا كسكس وفران وصداع الراس. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي فتي كيف ما قلت لكم ملي بغيت نحطو في طبق التقديم كيتفصل اللحم على العظم غير بوحدو. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي خطير جدا، زائد الخضر المرافقه حتى هي كتجي خطيره في المذاق لاننا تبلناها كانها مبخره ومفوره. بالنسبه للحم المبخر كنديروا في الكسكاس وكتبقى تهبط جميع الفوائد ديالو يعني في اسفل الطنجره. ملي كنحيدوا اللحم كنلقاو داك الدهون ديالو كلها مشات في الطنجره، هذا كيبقى بالفوائد ديالو وبالبنه ديالو كيجي خطير والمذاق يا سلام. وما تنساوش ليا التتبيله اللي غنخلي لكم في رابط صندوق الوصف. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من لي لايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج، علاش لا باش تعم الفائده على الجميع. كنقول لكم بالصحه والراحه ونتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم المحفزه والبناءه واللي كتشجعني باش نزيد نعطي احسن ما عندي. كنشكركم المتابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، دائما مع السهل والسريع قناه سكينه صويريه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.